امبارح كنا اتكلمنا عن فيديو عاصم عبد الماجد اللي طلع يعمل حوار مع قناة المنبر الإخواني، والحقيقة أذعنا جزء لحضراتكم من هذا الفيديو، إنما في نقطة تانية النهاردة لازم إن احنا نعلق عليها، والحقيقة عشان نعلق عليها بصورة محترمة لازم يكون في عالم أزهري هو اللي يعلق عليها. عاصم عبد الماجد هذا القيادي بالجماعة الإسلامية واللي هربان وقاعد في قطر، كان في الحوار اللي أجراه مع هذه القناة مساء أول أمس الخميس، وأثناء تواجده طبعا في قطر خارج مصر، قال أنه تواجده في قطر لم يكن باختياره وإنما هو مضطر، كما غادر الرسول عليه الصلاة والسلام مكة. يعني مش مهم بقية الكلام الحقيقة، بس يعني مين الشخص البني آدم ده عشان يعني يحاول أنه يشبه نفسه بالرسول عليه الصلاة والسلام. أضاف عبد الماجد بيقول لك: لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. تمام؟ وعلق كمان من خلال أو في حواره ده على من يلومه على عدم تواجده في مصر وهروبه إلى قطر، وقال: من يقولون ذلك كانوا يتمنون أن أكون خلف الأسوار. يعني حتى لو بيتمنوا كده يا عم عاصم، طب ما هتبقى عشان مع حبايبك، يعني كلكم في حتة واحدة يعني. طيب، معانا على الهاتف الشيخ الدكتور إبراهيم رضا، وهو أحد علماء الأزهر الشريف. يعني هيكون معانا حالا على الهاتف بعد ما حضراتكم تشوفوا ما جاء على لسان هذا الرجل الذي يدعى عاصم عبد الماجد في حواره مع قناة الجزيرة مباشر مصر. قيادة في حجم عاصم عبد الماجد وظهوره المكثف بعد الثورة 25 من يناير والمليونيات المختلفة، لماذا لم يبقى داخل مصر؟ لماذا لا يواجه مصيره كما واجه الآلاف مصائرهم الآن، سواء قتلوا في الشوارع أو هم الآن في المعتقلات والسجون؟ لماذا لم تفعل ذلك وأثرت أن تخرج خارج مصر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه، وبعد. لعل هؤلاء الذين يقولون هذا كانوا يتمنون أن يروني خلف الأسوار في يدي القيد، وقد منعت من الحديث ومنعت من إبداء رأيي ومنعت من فضح مخططاتهم ومنعت من دعوة الشعب المصري لأن يستكمل ثورته ضدهم. هذا هو غرضهم الحقيقي، أن يتم حجب كل الأصوات المعارضة لهم، أن يتم قمع كل الرافضين للانقلاب. لذا أغضبهم وأثار حفيظتهم أن رأوني خارج الأسوار وخارج الحدود، ليس باختياري ولكن مضطرا، كما قال سيدي وأسوتي وقدوتي صلى الله عليه وسلم وهو يغادر مكة: ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. يعني لن أعلق الحقيقة، وهترك التعليق للدكتور إبراهيم رضا، هذا الشيخ الجليل وهو أحد علماء الأزهر الشريف. دكتور إبراهيم، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا يا أستاذ رامي بحضرتك وبمشاهديك الكرام. أهلا بك معنا. يعني سمعت ما جاء على لسان هذا الرجل اللي يعني مقدم الحوار بيقول له قيادي بحجم عاصم عبد الماجد. هذا التشبيه يعني بما يوصف؟ الحمد لله الذي أرسل محمدا هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. المؤمن دائما يرى بنور الله، وهي فراسة المؤمن إن احنا نفكر في نقطة واحدة: هذا إعلام مزيف، هذا إعلام موضعه الحقيقي هو أن يكون في صناديق القمامة، لأن هذا الإعلامي المزيف الذي يتكلم عن أحد الإرهابيين المتقاعدين فيقول له: أنت قيادي ولك ما لك من المكانة والشأن العام. أي شأن عام؟ إن التاريخ الأسود لهذا الإرهابي أنه قتل 118 نفس من شهداء جهاز الشرطة بدم بارد، ثم سجن، ثم أعلن أنه قد تاب وأناب إلى الله، ثم خرج علينا بعد ذلك يروع الآمنين. إن السيناريو الذي ترعاه قطر من خلال دولة الجزيرة هو سيناريو والي عكا. والي عكا يستدعي علماء الخيانة والإرهاب على رأسهم الشيخ القرضاوي ومن على شاكلته من هؤلاء.
عندي في الفيديو نقطتين في غاية الأهمية يبينوا للأمة الإسلامية وليس للشعب المصري وحده كيف يفكر أقطاب الإرهاب في مصر. أولا، شبه نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إسقاط لا يليق. قطع لسانه وشل ذراعه حين يشبه نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولم يقل له وما أرسلناك لكي تروع الآمنين المطمئنين من فقراء مصر، من أبناء الجيش والشرطة الذين يقتلون بدم بارد بفتاوى القرضاوي وبتنفيذ هذا المهندس الدموي، وهذا ما يجب أن نحذر منه. هؤلاء استخدموا سيرة رسول الله، هؤلاء صدق فيهم قول النبي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحين نخرج كعلماء للأزهر يجب علينا أن نحمل الناس تلك المسؤولية وأن نقول لهم نحن ما يجعلنا نشعر بالغضب هو الغضب من أجل الله. نحن لا نغضب إلا لله ولا نفرح إلا لله. وحين تنتهك حرمات الله ويشبه هذا الإرهابي الساقط في مزابل التاريخ نفسه بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إجرام، فيجب أن نعريه، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الأمر الآخر بيشبهنا إحنا كمصريين من المصلين، من المتوضئين، من الوسطيين، ممن يخافون حدود الله تعالى بمشركي مكة، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. أي إخراج؟ إنك خرجت فرارا من ملاحقة العدالة. لا يجب أبدا أن تمر هذه الجمل. هذا المجرم خرج لأنه مجرم، وخرج لأنه إرهابي، وخرج لأنه قاتل. ولماذا لم يذهب إلى الإمارات؟ ولماذا لم يذهب إلى المملكة السعودية؟ ذهب إلى والي عكا لأنها أرض الخيانة. نحن لا نختلف مع الشعب القطري لأنه منا ومن جلدتنا، ولكن ابتلينا بحكام على أرض قطر باعوا مصر. الأزهر باعوا مصر، حمى العروبة والإسلام باعوا مصر المقدسة التي باركها الله بعلمائها وبأزهرها وبوسطيتها، وهي التي ردت كل ألوان الحروب والاعتداءات. هي التي وقفت للتتار، هي التي وقفت للحملات الصليبية. حتى المسيحي المصري نذكر المشاهدين حتى لا يلعبوا على هذا المنوال. قداسة البابا شنودة هو من قال لا مساس بالمادة الثانية لأننا وجدنا فيها عدلا ووجدنا فيها رحمة. مصر رفضت المشروع الإخواني ولم ترفض المشروع الإسلامي، بدليل أن حزب النور وهو أكثر الأحزاب الدينية تشددا وتمسكا بشريعة الله تبرأ من الإخوان وتبرأ من عاصم وتبرأ من كل تلك الأشكال التي تاجرت بدين الله وبدماء المصريين على الشعب وعلى شباب الجامعة الأزهرية وعلى شباب الجامعات في كلية الهندسة جامعة القاهرة أن يقيموا معنا حوارا لكي نعلمهم الحلال من الحرام والحسن من القبيح والخطأ. والله يا شيخ إبراهيم الحلال بين والباطل بين، يعني الباطل بين والحلال بين، وكل واحد قادر انه يعني يحكم عقله ويختار، ولذلك كل واحد بينتهج منهج في الآخر هيدفع ثمنه إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، وكلامه الحقيقة كان مسك ختام لمقدمة حلقتنا. بعد الفاصل سنقرأ صحافة اليوم مع الدكتور محمود العليلي عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار. خليكم معنا.